الكنيسة هنا ملهاش حدود. احنا عندنا في المكتبة 9 كتب معجزات خاصة بالكنيسة، ومفيش معجزة متكررة، وصلواتكم ربنا يقول بنجهز في اللي بعد كده. والمعجزات مستمرة إلى الآن، يعني ما بيعديش أسبوع أو 2 ونسجل معجزة أو أكتر. معجزات شفاء جميع الأمراض، رجاء اسمع. شفاء جميع الأمراض، رفع ظلم، حاجات مشروعة وبترجع، معجزات خلق. في بيت اتخلق لها رئة، سمعتوها حضراتكم ولا ما سمعتوهاش؟ لا قولها حضرتك. ايه معجزة البنت اللي اتخلق لها رئة؟ كان في طفلة صغيرة عندها تقريبا 11 سنة اسمها مريان عادل. مريان عادل دي سخنت وتعبت وودوها للدكتور، كشف مش لاقي حاجة. طلب أشعة معينة، أشعة سليمة. مش عارف يوصل السلك لو سمحت. مش عارف يوصل السبب تعب البيت، يكتب الروشتة بتاعته. خدت البنت العلاج، السخونية راحت، كم يوم وتعمل تاني. لفوا على دكاترة كتير، كل دكتور يطلب أشعة معينة، كل دكتور مش عارف يوصل لسبب مرض البنت، كل الأشعاعات سليمة، يكتب الروشتة بتاعته. مع كتر العلاج والأدوية البنت ضعفت جدا. هما كانوا مواظبين على الكنيسة وبيصلوا باعتبار تساتر النفس. رجاء هدوء لو سمحت. رجاء لو سمحت، اللي عاوز يتكلم يتفضل. أخيرا رب المجد أرشدهم الأستاذ دكتور اسمه الأستاذ الدكتور عبد الهادي طه محمد. ده أستاذ دكتور أمراض صدرية فقط. كشف عن بنت مش لاقي حاجة. شاف الأشعات اللي فاتت كلها سليمة. فقال له أنت عملت أشعات على جسم البنت كله، بس فاضل حاجة واحدة ما اتعملش عليها أشعة. الرئتين. اعملوا لي أشعة على الرئتين. عملوا أشعة على الرئتين، تطلع الرئة الشمال فيها ضمرات. فقال لهم الرئة دي ضمرت وما احناش عارفين السبب. اعملوا لي بمنظار يطلع حتت صغيرة، ناخدها نحللها ونشوف ايه سبب ضمور الرئة. عملوا منظار، المنظار يطلع ايه يا حبايبي؟ حتت حجاره صغيره، قطع حجر صغيره. فقال لهم الرئه دي ضمرت وتحجرت وتكلست وما بتشتغلش، وهي سبب المشكله وملهاش علاج. الحل عمليه ونشيل الرئه. خدوا علاج 3-4 ايام، تعملوا اشعه وتكون نحدد الميعاد. نتأمل يا أحبائي في بساطة إيمان الطفلة الصغيرة. مع آخر علاج ما رضيتش تاخده. قالت لوالدتها علاج الدكاترة ده أنا تعبت منه من شهرين. يا بنتي اديك قربنا نخلص. قالت لا، علاج الدكاترة ده تعبت منه من شهرين، أنا ليا علاج تاني. فالأم استغربت. علاج تاني اللي أنت عاوزاه مريان؟ لا، في وقت الدواء هتجيبي شوية مية وحط لي عليه نقطة زيت بركة من اللي بالك من الكنيسة العظمى بيضة واشرب. هو ده علاج. والبنت صممت، والأم هودتها، ركنوا علاج الدكتور ومشيت على العلاج اللي هو عاوزاه، اللي هي عبارة عن شوية مية ونقطة زيت من هنا. مشوا على العلاج ده 2-3 وراحوا يعملوا أشعة. دكتور الأشعة دكتور طلعت يعقوب، أظن كلكم حضراتكم عارفين غلطان. هو كان بيتابع أشعات البنت كلها. بيعمل أشعة استغرب وقال لهم بنتك دي حصل لها معجزة، دي اتخلق لها رئة جديدة. سمعوا كلام ملوش رد. خدوا الأشعة وطلعوا على الدكتور المعالج اللي هو الأستاذ الدكتور مين؟ عبد الهادي طه محمد. ادوا له الأشعة وما اتكلموش، ملوش حاجة. فحص الأشعة، استغرب هو كمان وقال نفس الكلام اللي قاله دكتور الأشعة
دي حصل لها معجزة، دي اتخلق لها رئة جديدة لسه ما اشتغلتش، لسه رئة طفل مولود. اللهم استغربت وقالت له تكتب تاني الكلام ده يا دكتور؟ قال لها اكتب، وكتب. لان حضرنا عن الله فايد هنا بالاشعاعات بالتقدير. التقدير طب طويل شويه، اللي يهمنا منه اخر سطر هنسمعه مع بعض ونكمل فيه لحظات. اخر سطر بيقول ايه؟ ان الرئه الجديده افضل من الرئه السليمه. اقول اخر سطر تاني، ان الرئه الجديده افضل من الرئه السليمه. اسمحوا لي بسؤال صغير، هل نعتبر دي معجزه شفاء؟ معجزه شفاء؟ ده هو كاتب ايه؟ الرئه الجديده، ما قالش المريضه ولا المتكلسه. ولعلم حضراتكم المعجزه دي متسجله في قناه الست في. قناه الست في سنه 2015 كان في برنامج في صيام الست العادة. وعجائب كان خاص بمعجزات الست العادة. هم كنا ساكنين هنا قد ايه؟ موجود على اليوتيوب. 16 حلقة منهم 14 معجزة تبع. موجود على اليوتيوب. منهم المعجزة بتاعت البنت دي. ولما كنا نصوروا معاهم سجلوا صوروا التقرير وأذاعوه. ومتسجلين حاليا اللي عاوز يتفرج عليه وموجود على اليوتيوب حاليا من أغسطس سنة 2015 قناة الست. نسمع معجزة ثانية؟ المعجزة دي بقى أول مرة نشوف معجزة تم قصاد عليها. كانت يوم الجمعة 17/7/2009 حافظ التاريخ. كان أبونا بيصلي ومعاه أبونا رفاعين من طنطا، أظن حضراتكم عارفين، وأبونا إبراهيم ناجي حمادي، يا أحداث ناجي حمادي. في بنت شابة اسمها ولاء سعد عبده. ولاء دي أياميها كان عندها 23 سنة وعندها طفل صغير عنده 6 أشهر. الأسرة دي من قرية اسمها السالمية، مركز فوة محافظة كفر الشيخ. في يوم من الأيام جوزها بره بالطفل الصغير، هي لوحدها في البيت، فماشية اتكعبلت وقعت جابت دم أغمى عليها. جوزها جه بره لقاها شلح 4 شلوفها وقت. بعد ما فاقت بتقول له ايد النور. قال لها نور ايه؟ قالت له مش شايفه حاجه. خدها تاني يوم راح للدكتور، الدكتور بعد ما كشف للاسف قال له ما تتعبش نفسك. الوقعه والصدمه جالها انفصام في الشبكيه مالوش علاج. بعدها فتره جم هنا وكان اول مره يجوا، جم يوم 17/7 سنه كام؟ 2009. جم ساعة دورة بخور. هي داخلة شايلة ابنها اللي هو عنده 6 شهور وماسكة في جوزها ده. أبونا شافها. من المنظر عرف إن هي صعبت عليه. أنا ما أعرفهمش من أول مرة يجوا. أنتوا عارفين أبونا وبين الست العذراء في إيه؟ من غير ما أعرف حكايتها دخل جوه ده شغال يكلم الست العذراء. قال لها يا ست العذراء أنت كنت وشايلة ابنك وشايفاه. يرضيك إن بنتك الأم دي شايلة ابنها ومش شايفاه؟ وقعد يكلمها جوه أثناء القداس. وبعد تحويل الخبز والخمر إلى جسد ودم رب المجد، أبونا سمع صوت مرتين 2 يقول له خش صلي لها دلوقتي. بعد ما سمع صوت مرتين كان لازم سابت الكهنة اللي بتكمل عدة، كانت هي قاعدة في الأرض قدام الأيقونة، قعد قصادها قالت له حكاية. قال لها غمضي عليك يا غمضي، فتحت شايفة حاجة؟ مش شايفة حاجة. ستار سودة مش شايفة حاجة. قال لها طب غمضي عليك تاني، غمضي. حط إيده على راسها، رشم عينيها بعلامة الصليب وقال زي ما رب المجد خلق عينين المولود أعمى مش فتح عينيكي، فتحت والقداس شغال، راحت مصرخة يا عذراء يا عذراء
وثبت ابونا قاعد في الارض ومن جاي جوه على المنظور. جري الست يا احبائي لو سمحت. جريت على المنظور ليه؟ عشان ابنها اللي عنده 6 شهور اللي بقى لها فتره ما شافتوش دي شالته. وكانت والدتها في اول المنظور حضنتها ورجعت لابونا هو لسه قاعد في الارض. فابونا بيقول لها في ايه؟ قالت له انا فتحت وشفت. فبيسالها ايه اول حاجه شفتيها؟ قالت له اول حاجه شفتها ايقونه الستر. بعد القداس ابونا وقف حتى المعجزه يقول بعدين حكيتها بالتفصيل واللي كان الدرس بيقولوا مفيش فايده ومفيش امل. خدت اجنده المعجزات الخاصه بالكنيسه وقعدت هنا اهو وكتبت الاجنده المعجزه بايديها. هي اللي كتبتها بايديها في اجنده معجزات الكنيسه. طبعا يبقى الرؤيه واضحه وغيره وغيره. في مرة تانية برضه معجزة شفناها قصاد عينينا. بعديها بحاجة بسيطة. كان يوم 25/11/2009 برضه. كان في راجل كبير في السن شوية جاي عنده شلل في دراعه. حضر القداس. بعد القداس دخل جوه قدام الأيقونة وابونا واقف جنبيه عشان يصلي. ابونا يشد في ايده بترجع شلل شديد، يشد في ايده ما بتتحركش جنبه. ابونا صلى له، احنا كلنا واقفين حواليه. فوجئنا بعد وابونا بيصلي ان الراجل ده مد ايده وخد بركه الايقونه وحرك ايده فرجعت. دي كانت قصاد عينينا وغيره وغيره وغيره. معجزات ملهاش. شفاعة الست العذراء احبائي شفاعة قوية جدا وسريعة جدا. بس اسمحوا لي سريعة جدا في الوقت المناسب. الوقت المناسب للمعجزات في الكنيسة. أن هي طلب وتشفع بالست العذراء وغير القديس عاوز ربي يبارك نفذها طلب امتى؟ مش كده؟ لو طلب بمصلحتي هل رب المجد هيكشف أمه؟ هيقول لها لا ده هو أكرم أباك. أول واحد هينفذ رسول الله حاضر. طب لو طلب في ضرر ليه؟ هيقول لها حاضر ويأتيني؟ استحالة. هيقول لها لا وزعلها؟ ما يقدرش. هيعمل ايه؟ يقول لها حاضر بس في الوقت. نعمل عليه معاه نجاهد نطلب نصلي نتشفع لكن نقول له لتكن مشيئتك. خاصة في تلك الأيام الأحداث. السلك ده لو قطع هتاخد منه خاصة في تلك الأيام والأحداث اللي احنا شفناها وبنشوفها وهنشوفها. صدقوني الأحداث دي من مصلحتنا. الأحداث دي من مصلحتنا. ربنا بيحبنا بس شافنا مريحين شوية فبيدينا انذار. خلي بالك الوقت قريب. في أي لحظة ممكن نقابله زي ما حصل في كنيسة قلنا وغيره وغيره. فعشان كده بيدينا انذار نعيش حياة مستعدة. الوقت قريب مفيش وقت. فلازم نعيش حياة مستعدة. لازم نخش الكنيسة أكتر ونجاهد أكتر نصلي أكتر نمسك بربنا أكتر. نقعد تحت الصليب ونقول له علمنا نحبك يا رب كما احببتنا. نبص على الصليب كده هو رمز الحب. هو اللي حبنا الاول. نقول له علمنا نحبك زي ما انت حبيتنا. علمنا نحبك في كلامنا. علمنا نحبك في تصرفاتنا. علمنا نحبك في تعاملاتنا مع بعضنا ومع الغير. علمنا نحبك في صلواتنا. نحبه في صلواتنا ازاي؟ انا في كل صلاه بقول ايه؟ لتكن بس بقولها منين؟ وده بيقول ايه؟ لتكن مشيتك بس دلوقتي. لتكن مشيتك بس انا تعبت خلاص كفايه كده بقى يعني. نقولها من هنا
بركه وشفاعه العدل معانا وربنا مجدنا ليه يعني. في بقى يعني تاني صغير كان صغير الان هو الاسره بتاعنا بتاع مشكل لجنه جمع تبرعات لاسر شهداء ومصابي واسرهم اسم الجنس الثاني. من ضمن اللجنه دي او يعتبر رئيسها يعني، فاللي عاوز ياخد بركه الشهداء دول ابونا معاه دفتر خاص لشهداء ومصابي كنيسه ماريجريس الثاني. يا ريت كلنا ناخد بركته. يا ريت كلنا ناخد بركه هؤلاء الشهداء. قدس ابونا باولا معاه دفتر خاص بهذا الموضوع. المكتبه زي ما انتم عارفين فيها 9 كتب مخصوصات. في نبذه بقى الايقونات الاسرائيليه. في المكتبه كتابين صغيرين كده قلنا كل اللي كاتبهم. ثم مبادئ روحيه. جزء اول جزء ثاني. في المكتبه بقى مش عارف حضرتك شفتوها ولا لا، ورق كده وشه ضار. عارفين حضراتكم الصلوات السلميه السريعه؟ عباره عن 60 صلاه سهميه سريعه ابونا اللي كاتبها. ورقه وشه ضار كده، حتى هو مسميها مناجاه. يا ريت كلنا نقتني هذه الورقه، ومن ضمن تدريبات قدس ابونا لاي ناس تيجي هنا يصلوها مره في اليوم. 60 صلاه سهميه سريعه. المكتبه كمان فيها كساوي كل القديسين اللي جوه، اللي عاوز ياخد بركه اي قديس بيشتري كسوه جديده من المكتبه ونخش مع بعض نغيرها، نركب الكسوه الجديده وياخد